السلام عليكم يا احلى اصحاب واحلى اخوات. معكم رانيا فضفضه قلبي مع رنوش، مع قصه جديده وحكايه جديده وفضفضه من القلب للقلب. وتقولوا لي بتابعوني من انهي بلد وتفعلوا الجرس واشتركوا في القناه. النهارده قصتنا بتتكلم: عمرك حسيت انك لعبه في ايد حد؟ انك مجرد وسيله توصل لها للي عايزه وبعدها يرميك زي ما بنرمي ورقه قديمه. انا عشت الاحساس ده بكل تفاصيله، وده اللي هحكي لكم قصتي النهارده. انا بنت عاديه جدا، اتربيت على ان الحب والوفاء هم اساس اي علاقه. كنت بصدق الحواديت اللي بتقول ان الجواز شراكه حب وامان، لكن اللي حصل معايا كان درس قاسي. هو دخل حياتي فجاه بكلامه الحلو، باهتمامه، بابتسامه اللي تخلي قلبي يدق بسرعه. كان بيقول لي انت الحلم اللي بدور عليه من زمان، وانا صدقت وتخيلت ان ربنا بعت لي فارس احلامي. الجواز تم بسرعة، الكل كان مبسوط وأنا كنت في قمة سعادتي. لكن الحقيقة إن هو كان بيخطط من أول يوم. كان عايز يوصل لمصلحة معينة، شغل، فلوس، علاقات، وأنا كنت مفتاح الباب ده. في البداية كان كويس، بيدلعني، بيهتم بيا. بس بعد ما وصل اللي هو عايزه اتغير 180 درجة. بقى بارد، قاسي، كلامه قليل. ساعات كان يقعد يكلمني بطريقة تخليني أحس إني غريبة عنه. كنت بسأله مالك، هو في ايه؟ يرد عليا بجفا: مفيش، انت مكبرة الموضوع. لكن قلبي كان حاسس ان اللي بينا بيموت. وفجأة لقيته اختفى من حياتي، سابني من غير كلمة، من غير حتى وداع. كان ما كأني ما كنتش موجودة، كأني كنت محطة عبور في طريقه. الأيام اللي بعدها كانت أصعب أيام في حياتي. كنت بقعد أبص في المراية وأسأل نفسي: أنا غلطت في إيه؟ إيه اللي ناقصني؟ هي أي واحدة مكانك هتسأل نفسها السؤال دوت. بس الحقيقة الغلط مش فيا، الغلط إني وثقت في شخص ما كانش يستاهل. شخص استخدمني عشان مصلحته، ولما وصل رماني. عدت شهور وأنا بحارب وجع لوحدي. بس مع الوقت اتعلمت حاجة مهمة جدا: القيمة مش في اللي يسيبك، القيمة في نفسك. ما ينفعش ندي نفسنا لحد مش قدها. دلوقتي أنا أقوى، مش علشان نسيت، لأ، لكن علشان عرفت أتعلم. عرفت إن ربنا يبعد عني اللي مش خير ليا علشان يعوضني باللي يستاهلني. ولو انت بتمري بنفس التجربة افتكري دايما انك مش اقل من حد. اللي استغنى عنك خسرك، مش انت اللي خسرتي. خسر قلب كان نضيف وحب كان صادق. في ناس بتدخل حياتنا مش عشان بتحبنا، لكن عشان مصلحتهم. وده اللي حصل معايا. اتجوزنا عشان يوصل للي عايزه، واول ما حقق غرضه سابني ومشي من غير ولا كلمه. اكني سوري يعني في اللفظ حيوانه. حته جمال كرسي قاعد ماليش لازمه. هو خلاص طلع السلم اللي هو عايز يطلعه، انا اللي كنت السلم. طلع السلم اللي هو عايزه ووصل اللي هو عايزه وسابني. القصه دي مش مجرد حكايه، دي وجع ودرس في نفس الوقت. ما ينفعش ندي ثقتنا وحبنا للي مش قدهم. ولو حسيتوا بالوجع ده او مريتوا بحاجه شبه كده اكتبوا لي في التعليقات، ويمكن قصتكم تبقى سبب ان حد يتعلم وما يتكسرش تاني. طبعا الكسر اللي انت كسرتيها صعبه. عشان كده بنقول لازم نختار البني ادم الصح اللي هو يقف جنبنا. لازم نعمل له اختبار مره واثنين وثلاثه. ما ينفعش نسلمه نفسنا من غير بيبقى هو ربنا كاتب كده، بس برضه لازم نعدي. معكم رانيا فضفضة قلبي.